امبارح الاهلي للمره 16 على التوالي بيكسب الزمالك في السله. تقريبا كده الاهلي قعد لما يحب يتسلى يلعب الزمالك في السله، وبقى الموضوع طبيعي جدا في وجود اوجستي بوش ان الاهلي يكسب الزمالك حتى لو الاهلي مش جاهز او الزمالك بيتحسن في السله مع مرعي. الاهلي برضه حاضر وبيكسب الزمالك، حتى جوه نادي الزمالك كسبنا امبارح برضه، وتقريبا خلاص صعدنا لنصف النهائي وهنلاعب الاتحاد. لكن حصل امبارح شويه حاجات كده من اوجستي بوش، الراجل اتعصب شويه على الحكم، فالحكم طرده. فجمهور الزمالك اللي كان موجود، بالمناسبه المباراه كانت اصلا المفروض الجمهور ما يحضرش اصلا في الصاله، وما كانش المفروض مسموح لحد يحضر، بس جمهور الزمالك حضر. فكرنا هنا بالعمري فاروق، ربنا يشفيه. اي حد بيتفرج على الفيديو ده يعني يدعي للعمري فاروق ان ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، لان حالته فعلا حرجه جدا جدا جدا. ربنا يشفيه وان شاء الله يقوم بالسلامه. لما قرر ان هو ما يكملش المباراه في وجود اوباما وشيكابالا، حقه وقتها. امبارح برضو كان حقنا ان جمهور الزمالك يخرج، لان ده النظام، مش مثلا بنتلكك ولا اي حاجه. لكن لو النظام كان بيقول في وجود الجمهور ما كانش حد يتكلم. فالراجل امبارح تقريبا في مناوشات مع جمهور الزمالك، فجمهور الزمالك في الاخر خرج. ففي الاخر كسبنا كالعاده للمره 16 على التوالي، وده رقم مرعب، حرفيا مرعب. وده يعرفك ان احنا حرفيا كده يعني ايه، بنتسلى بنلعب الزمالك في السله. مش قصتي وجمهور الزمالك كده احنا بنحفل على بعض، والكلام ده عادي بالمناسبه. يعني لما انا اخسر منك اتحفل عليها براحتك في حدود الاحترام والادب. نخش في موضوع مهم، هو فتوح جاي الاهلي. فتوح خلاص مشي، فتوح خلاص اتوقف 25% من قيمه عقده كله. فخلاص فتوح بيضحك على اللي بيحصل. فتوح عايز يمشي. طب فتوح هيجي الاهلي، طب اداره الاهلي هتقرر تتعاقد مع فتوح، ولا الهدنه اللي موجوده ما بين الاهلي والزمالك من طرف مثلا الجمهور وبعضه مفيش اي مثلا مناوشات زي الاول، وكمان الهدوء اللي ما بين الاداره هنا والاداره هنا، ففي شويه هدوء. هل الاهلي قدامه لاعب زي احمد فتوح بقيمه فتوح معروض للبيع موجود في السوق وتقدر تتعاقد معاه، هل في مشكله ما تتعاقد معاه؟ ولا انت هتقول لا خلينا نمشي مع الزمالك كويس وبلاش نحتك بالزمالك؟ انا وجهه نظري لو فتوح هيضيف للاهلي فنيا والمدرب عايزه يجي، لان ده ما يزعلش. لان ساعتها خالص الزمالك استغنى عن اللاعب، مشى اللاعب، هو شايفه مش ملتزم. الاهلي بقى شايف ان اللاعب ده كويس ويفيده يضمه. ده موضوع بسيط جدا، واعتقد ده ما يزعلش حد من الاخر. كمان عمر كمال شوبير بيقول لك عمر كمال خلاص في الاهلي، الموضوع في الرتوش الاخيره. انا وجهه نظري في صفقه عمر كمال هي اضافه، لعيب دولي بقاله اكتر من سنتين، لعيب تقدر تلعبه شمال ويمين ويلعب جناح يمين وشمال برضه، فيبقى اضافه ليك. البعض بيقول ان زكريا ناصف رافض فكره التعاقد مع عمر كمال، وانا هنا بقول زكريا ناصف ومحسن صالح يا ريت نخلص منهم. يا ريت يا جماعه الناس دي ما تتدخلش في اي حاجه، خصوصا ان الناس ديت كانت صاحبه قرار عوده صلاح محسن تاني، كان صاحبه قرار. يعني اقول لك ايه بالمناسبه، محسن صالح وكمان زكريا ناصف كانوا رافضين وجود امام عاشور في النادي الاهلي، اعتباراتهم كانت فنيه بالمناسبه. فانت دلوقتي عايز مش عايز عمر كمال يجي بحجه انك عندك اكرم وكريم وكمان خالد عبد الفتاح وكمان محمد هاني. طبعا معلش مع احترامي اكرم وكريم، كريم حاليا بيلعب قدام، اكرم راجع من صليب، وانا شايف ان اكرم مش الباك اليمين السوبر. محمد هاني بحالات، خالد عبد الفتاح لاعب دون المستوى، فلازم واحد زي عمر كمال يبقى موجود. فدي وجهه نظري. وجهه نظري كمان انك في يناير محتاج مساك على اعلى مستوى، محتاج بديل قوي جدا لمعلول، محتاج مهاجم، بس مهاجم بقى، مهاجم بما يرضي الله، مهاجم كويس، مهاجم بيعرف يلعب كوره. فقصه انك انت تجيب لي موديست تاني، لا ده انت تروح تجيب وتدفع. انت واخد فلوس من دوري ابطال افريقيا ومن السوبر الافريقي، واخد من كاس العالم للانديه اللي قبل كده، وتاخد من كاس العالم للانديه ده، وواخد من الدوري الافريقي والسوبر الافريقي اللي لسه خلصان. فانت معاك فلوس، لازم مهاجم في يناير. ربنا يستر في اللي جاي، خصوصا في كاس العالم للانديه. الاهلي مبدئيا في الدوري متعادل اخر مباراه، مستوى الاهلي مش كويس مع كولر، في تذبذب في المستوى، اللعيبه معظمها الكيرف بتاعها نازل، كولر مش مركز. فكل ده فتره التوقف دي تخلينا نفكر كتير جدا. كولر نفسه يرجع من الاجازه يكون مركز
ويشوف ايه المشاكل اللي عنده ويحلها. اتمنى ده يحصل الفتره الاخيره. اشوفكم على خير.